عمرك حسيت إن الدنيا بتاخد منك كل حاجة؟ فلوس بتخلص، ناس بتبعد، شغل بيضيع، وأحلام بتتأجل. طب عمرك سألت نفسك ليه بيحصل كل ده؟ في آية واحدة في القرآن الكريم لو دخلت قلبك هتغير نظرتك للحياة كلها، وقصة واقعية بتدل إن كل حاجة في إيدك دلوقتي، سواء كانت فلوس أو ناس أو شغل أو صحة، ممكن تختفي في لحظة واحدة. اسمع الفيديو للنهاية، يمكن تكون دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى جاية ليك انت بالتحديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العظيم. يقال إن امرأة ضاقت أحوال زوجها، فذهبت إلى رجل ميسور الحال وطرقت الباب، فخرج أحد الخدم وقال لها: ماذا تريدين؟ فقالت: أريد أن أقابل سيدك. فقال: من أنت؟ قالت: أخبره أنني أخته. والخادم يعلم جيدا أن سيده ليس عنده أخت، فدخل وقال لسيده: امرأة على الباب تدعي أنها أختك. فقال: أدخلها. فدخلت، فقابلها بوجه بشوش وسألها: من أي أخوتي يرحمك الله؟ فقالت: أختك من آدم. فقال: رحم مقطوعة، والله سأكون أول من يصلها. فقالت: يا أخي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم الطلاق؟ فما عندك ينفد وما عند الله باق. فقال: أعيدي. فقالت: يا أخي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم الطلاق؟ فما عندك ينفد وما عند الله باق. فقال لها: أعيدي. فأعادت الثالثة، ثم قال لها في الرابعة: أعيدي. فقالت: لا أظن أنك قد فهمتني، والإعادة مزلة لي، وما اعتدت أن أذل نفسي لغير الله تعالى. فقال: والله ما أعجبني إلا حسن حديثك، ولو أعدت 1000 مرة لأعطيتك عن كل مرة 1000 درهم. ثم قال لها: خذي ما شئت من الجمال ومن النوق ومن الغنم ومن الأموال ما تشائين، لنعمل شيئا ليوم الطلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق. لو حسيت إن رزقك اتأخر وتعبك طال والدنيا مقفلة معاك وإن قلبك تعبان قوي، افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى ما بياخدش منك علشان يكسر قلبك، هو بياخد علشان يعلق قلبك بيه هو سبحانه وتعالى. واوعى تنسى الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سلام عليكم.